السلام عليكم، كيف حالك يا افتاب؟ طيب ان شاء الله. ما شاء الله والله يا افتاب، والله يا افتاب اقول لك شيء، هذا القرية انا والله حبيتها والله. قال ما تطلعوا ولا تسافروا الا بعد ما تفطروا عندي في البيت، والله رفض ان تفطر برا. الله يجزاك خير يا افتاب، ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، ما شاء الله. لا 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 خليه يجوز برا، خليه يجوز برا، خليه برا. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الله يجزاك خير يا افتاب، يبارك فيك. ليش انت كذا تعب نفسك يا افتاب؟ لا انا ما في تعب. الله يبارك فيك يا افتاب، ما شاء الله تبارك الله. شوفوا زي ما قلت لكم ما شاء الله البيض المسلوق لازم دائما في اي ضيافه، اي فطور، اي شيء على طول بيض مسلوق. هذا بيت افطار، وهذا المسجد ما شاء الله بانيه عند البيت. الله يكتب لك الاجر يا افتار، ما شاء الله تبارك الله. في كلمه قالها لي مره عجبتني، قال اي واحد منا الله يرزقه شويه من اهل القريه اللي هم فيها، قال يحرص على حاجتين، انه يبني مسجد وبعدين يبني مدرسه، قال عشان يساعد في انتشار الاسلام في القريه. الله يكتب لك بالاجر، ما شاء الله. اصلي بعدين يبغى تعلم. ما شاء الله، الله يكتب لك الاجر. هذا الله عز وجل حيبارك لك في رزقك عشان الله يكتب لك الاجر، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله.